السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. بناء على طلبكم في حلقة النهاردة هنتكلم عن تلاجات وايت ويل. دي أكتر حاجة اتطلبت مني الفترة اللي فاتت. هنتكلم معاكم عن عيوب التلاجة وهنتكلم برضو عن مميزاتها، ولو حد حابب يطلب منتج نقدر نتكلم عنه أو نعمل ريفيو عنه يقدر يسيب لنا في التعليقات أو من خلال رقمنا اللي موجود في صندوق الوصف. فلو اول مره تشوفنا انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس يوصلك كل حاجه جديده. احنا قناه مهتمه بالاجهزه المنزليه، فلو حد عنده مشكله في جهاز يقدر يكلمنا، حد عايز يعرف تفاصيل منتج يقدر برضه يتواصل معانا. فيلا بينا نشوف معانا ايه النهارده. بي كوين مش بس متخصصة في مراجعة الأجهزة المنزلية، لا وكمان متخصصة في العناية بالشعر والبشرة. بنعمل تركيبات لجميع مشاكل الشعر. التركيبة مكونة من زيوت طبيعية وفيتامينات معالجة، والنتيجة مضمونة بنسبة 100%. وده مش رأينا احنا، ده رأي كل اللي استخدموا تركيباتنا. تواصلوا معانا خلال الواتساب وقولنا مشكلتك واستلمي المجموعة المناسبة لشعرك. خصم خاص على مجموعة الهير ماسك لجميع عملاء بي كوين. هنبدا معاكم نتكلم عن مميزات تلاجات وايت ويل. اول ميزه معانا هي تقنيه النانو تيتانيوم. دي بتقضي على البكتيريا وبتخلصنا من الروائح الكريهه. ارفف التلاجة بتكون مصنوعه من الزجاج المقوى. في ناس بتفضل الارفف الزجاج وناس بتفضل الارفف البلاستيك. طبعا كل واحد فيهم ليه ميزه وليه عيب. بالنسبه لارفف الزجاج فهي صحي، مش بتعمل ريحه داخل التلاجة، وكمان شكلها بيكون شيك. بس لو وقعت او اتخبطت خبطه جامده شويه ممكن يحصل كسر في الزجاج. كمبروسر التلاجة جودة عالية جدا. أهم ما يميز تلاجات وايت ويل هي الحجم الداخلي للتلاجة، بيدينا وسع، كل حاجة بيكون ليها مساحتها، فده بيخلينا نخزن الطعام بشكل أسهل. ميزة جميلة جدا في التلاجة هي في بعض الموديلات بيكون في مروحتين مش مروحة واحدة. طبعا ده بيوزع الهواء البارد داخل التلاجة بالتساوي، فبيحافظ على الأكل أطول فترة ممكنة طازة. بيكون فيها خاصية التبريد السريع او التجميد السريع. طبعا ده بنحتاجه مثلا في وقت الاستخدام الكتير، مثلا زي رمضان او العيد الاضحى، لو بنخزن كميات كبيره من الاكل داخل التلاجة والديب فريزر فبيبرد بسرعه. الميزه دي بتكون ظاهره جدا في التلاجات اللي فيها مروحتين. في بعض الموديلات بيكون في شاشه خارجيه ومفاتيح للتحكم في درجه الحراره، مش بيكون بس من الترموستات اللي جوه، لا ده في الشاشه الخارجيه. بشكل عام انا مش بفضل موضوع الشاشه الخارجيه لانها بتكون شغاله على كارته فمعرضه في اي وقت انها تتحرق. فنصيحه مني بلاش حاجه يكون فيها شاشه خارجيه. التلاجة بيكون فيها مفاتيح امان ضد الاطفال، يعني زي لوك كده محدش يقدر يفتحها ومحدش يقدر يشغلها. درج تخزين الخضار بيكون ليه درجه حراره منفصله، ترموستات منفصله، ده بيخلينا نحافظ على الطعام لاطول فتره ممكنه. صوت الموتور بيكون منخفض جدا، يعني في ناس بتحط التلاجة بتاعتها في الريسبشن فهي هتكون مناسبة، مش بتصدر اي اصوات. ميزة مهمة جدا برضو في التلاجة هي الحفاظ على درجة التبريد في حالة انقطاع الكهرباء لمدة تصل ل10 ساعات. الميزة دي مش موجودة في اي تلاجة تانية. كنت عامل ريفيوهات كتيرة جدا عن التلاجات، عامل عن تورنيدو وعامل عن شارب وعامل عن فريش، هتظهر جنبي في علامة الاي، ولو حابين تاخدوا فكرة خدوا لفة في القناة وانتوا بتشتركوا. يمكن تلاجات وايت ويل فيها مميزات كتيرة جدا، بس برضو بيكون فيها عيوب مش كتيرة بس مؤثرة. مفيش منتج ملوش عيوب، واحنا هنا دورنا مش بنرشح منتج معين، احنا هنا بنوضح مميزات وعيوب المنتجات، وحضراتكم تقدروا تختاروا هل العيوب دي تتوافق معاكم ولا لا. ده كده بالنسبة لمميزات تلاجات وايت ويل. نتكلم بقى عن العيوب. بس قبل ما ندخل في العيوب هتظهر جنبي في علامة الاي هسيب لكم فيديو لأفضل 5 تلاجات موجودين في السوق لو حابين تعرفوا أكتر عن التلاجات. أول عيب معانا هي شكاوى كتيرة جدا في خدمة ما بعد البيع. يمكن شركة وايت ويل من أسوأ خدمة ما بعد البيع، وكمان لو حصل مشكلة في التلاجة أو أي قطع غيار بتكون مش متوفرة، حتى لو متوفرة فالموضوع بياخد وقت شوية. برضو من العيوب هي مدة الضمان بيوصل ل3 سنين، بس دي تعتبر أقصر فترة ضمان موجودة في جميع التوكيلات. هو في توكيلات قللت فترات الضمان، بس مثلا لو 10 سنين يبقى 5 سنين 7 سنين، لكن ما توصلش معانا ل3 سنين، دي حاجة ضعيفة جدا. دي كده يكون معظم او اكثر المشاكل اللي بتواجهنا في تلاجات وايت ويل.
مش هنتكلم معاكم عن اسعار لان الاسعار كل يوم متغيره، فلو حد حابب يسالنا عن موديل معين او سعر معين يتواصل معانا في التعليقات او من خلال رقمنا في صندوق الوصف من خلال الواتساب. وبكده يكون خلصنا معاكم حلقتنا النهارده. بكون الحلقه عجبتكم، نشوف الحلقه الجايه كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.